لكن من باب الإنصاف أن نقول بعض الناس تسرع في الحكم على أخواتنا غير المحجبات، فيقول كاسيات عاريات، لأنه قادر تكون مش دايرة حجاب ولكن لباسها فيه نوع من الاحتشام بعيد عن الإثارة والإغراء. أنت تقدر تحكم على هذا لما يكون الثوب مثير ومكشوف وكذا، هذه تستحق هذا الوصف كاسية عارية. هذه واحدة. كاين ظلم آخر مارسه بعض السفهاء ممن تكلم في الشريعة بغير علم، قال لك إنسان لمرته ولا بنته مش دايرة حجاب ديوث. هذا كلام باطل وظلم وقذف لأعراض الناس، لأن الديوث في مصطلح الشريعة وصف خطير جدا، هو الذي يرضى الفاحشة بأهله. وانت باش تتهم واحد بهذه التهمة لمجرد عدم وجود حجاب، دليل على أنك جاهل وظالم وطائش. شفت احنا نقولوا حجاب فريضة ولكن ما نحطوش الأشياء في غير محلها في غير موضعها، هذا ظلم. نزيد نقول من باب الإنصاف، كثير من غير المحجبات يصلين ويصمن ويتصدقن أفضل من كثير من راح يحل في فمه ويفتي ويحلل ويحرم ويبدع ويفسق وداير روحه ناج إلى الجنة، وهؤلاء نعرفهن. واضح ولا لا؟ إذن هذا من باب الإنصاف. لكن من باب البشارة أنا نستبشر أن يوميا ورانا نشوفوا البنات خاصة في المدارس راهم يتحجبوا، والحمد لله راهم يقتنعوا بهذه الفريضة، وهم في الحقيقة أغلبيتهم كانوا ضحايا أنتراج، ضحايا بيئة، نشأوا في بيئة ما يعرفوش بالحجاب فريضة، نشأوا في بيئة كاين حتى ربما يمنعهم من الحجاب. هل من العدل أن تعامل واحدة مقتنعة وحابة تدير الحجاب وما خلاوهاش، وواحدة تحارب الحجاب وتسخر من المحجبات والمتجلبات؟ لا يستويان مثلا، أفلا تذكرون؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نزيد نقول حتى لو كانت المرأة غير محجبة على الأقل يكون ثوبها محتشم وفيه ستر، ولا تضيع صلاتها ولا تضيع صيامها، وتحافظ على عرضها وعفافها. ولا يجوز إنسان أن يتهم رجلا إذا كانت ابنته غير محجبة وزوجته، كاين اللي ما يقدرش يقنعها، كاين اللي يريد أن يسلك معها مسلك الإقناع، كاين أمور ظروف أنت ما تعرفهاش الله أعلم بها. وزيد بالزايد الأعمال يوم القيامة معروضة على الموازين، كل واحد موازين أعماله توضع الحسنات والسيئات، والتي غلبت فهو إليها، ورحمة الله أسبق من غضبه. وأنا أنصح غير المحجبات أنه ما يتأثروش، يقول لك شفنا محجبة دارت وهذه سرقت وهذه وسات وهذا، كما الناس يقول لك يصليوا ويواسيوا ويخدعوا ويكذبوا. كل واحد يدخل في قبر واحد وحده، ما يدخلش معك. قلناها هذه دائما نقولها ونكررها. أنا أذكر كنت نقري العلوم الطبيعية في القبة 2001 قري، فقلت في القسم كنت أقري علوم مو شريعة، فقلت على الحجاب بقات 5 دقائق كنت ننصحهم. تكلمت لي واحدة دركا راهم شحال 22 سنة دركا راها عجوزة، قالت لي يا شيخ نعرف متحجبات ويسرقوا ويخدعوا ويكذبوا. قلت لها شوفي ديري الحجاب ما تسرقيش ما تخدعيش واللي خير منهم. والله هل هذا عذر؟ هذا عذر باش تقولي خلاص مادام كاينه محجبة مش مليحة ولا مش متخلقة، والله شفت واحد بولحية يكذب ولا يسرق ولا يقذف في الناس ولا يتهم، ما نصليش وما نصومش. هذه حجة باطلة، وهذه من فتاوى إبليس للناس. أما الإنسان المسلم الحق فيتبع دين الله ولا يبالي ما يفعل الناس.